ما جاتش المكافأة، وانا عمال ماسك الورقة والقلم ورايح جاي، وانتي مش في دماغك الا همك المصيف والناس نراضيها، الشكليات زي ما بيقولوا. طيب انا اسيب كل ده واطلعكم مصيف وارجع من المصيف اتحبس؟ كده 21 وده بقول لك ايه يا محمد؟ 11. ثواني انا بس. 24 انت بتعمل ايه؟ حاجة كده انا طب ماشي، تبع انا عايزك بس في المديونيات. موضوع. دي حاجة تبع المديونات يا عشان الدنيا بس بظبطها. طب اسمعني، طب الاول وبعد كده شوف انت بتعمل ايه. خير يا اولا انت كنت موعدنا طلعنا مصيف، وانا رتبت نفسي ان احنا طالعين مصيف. ثانيا وده الاهم، كنت موعد جارتنا الناس الغلابه ان انت تجيب حاجات لاولادها لبس وكده. طيب هتسمعيني وهتفهمي كلامي وهتقدريه؟ طبعا. طيب دلوقتي انا عليا 5 شهور اقساط. اسمعيني للاخر، واللي انا وعدتهم الشهر ده ما نزليش المكافأة، لان انا كنت مفكر المكافأة هتنزل وهسدد هنا وهسدد هنا وهطلعكم مصيف وهسدد الناس وهجيب للناس الغلابة، ده غير الايه ال10%. الشهر ده ما جاتش المكافأة، وانا عمال ماسك الورقة والقلم ورايح جاي، وانتي مش في دماغك الا همك المصيف والناس نراضيها، الشكليات زي ما بيقولوا. طيب انا اسيب كل ده واطلعكم مصيف وارجع من المصيف اتحبس؟ انا عليا 40,000 جنيه كل شهر والمكافأة ما نزلتش، هتجنن. طب اعمل ايه؟ ما هو غصب عني، ما انا فاض بيا برضه. يا محمد اولا انا مش بتاعت مظاهر زي ما انت بتقول، انا بتكلم ان انت الست وعدتها بحاجه، المفروض توفي وعدك، ووعدتنا نفس الكلام. دي مش غلطتي انا بقى، انت اللي عملت في نفسك كده. ما دام مش قادر تعمل الحاجه يبقى ما تديش كلمه. عوضها ان شاء الله. هو ده اللي مزعلني. لا سيبها على الله، بس بعد كده بالله عليك ما تحسب لهاش بالورقه والقلم. عندك حق. حصل خير. الحمد لله على